مرحبا أعزائنا المتابعين. الفصل العاشر من العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، سنتعرف فيه على ما هي محكمة حماية العقد الاجتماعي. المادة رقم 119 تنص على محكمة حماية العقد الاجتماعي. تتكون محكمة حماية العقد من عدد من القضاة والعارفين بالقانون والحقوقيين المقترح أسماءهم مناصفة من قبل مجلسي العدالة الاجتماعية والشعوب في شمال وشرق سوريا. يجب أن يراعي المجلسان عند اقتراحهما لأعضاء محكمة حماية العقد الاجتماعي تمثيل جميع المكونات الأثنية والدينية وتمثيل المقاطعات والمرأة. وتعد قرارات محكمة حماية العقد الاجتماعي مبرمة، يحدد عددهم وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي، وتعتمد المصادقة على الأسماء المقترحة نسبة ثلثي أعضاء مجلس الشعوب الديمقراطي. ما هي مهام محكمة حماية العقد الاجتماعي؟ 1. تفسير نصوص العقد الاجتماعي. 2. النظر في عدم تعارض القوانين الصادرة عن مجلس الشعوب والقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي والقوانين والقرارات الصادرة عن المجالس المقاطعات مع العقد الاجتماعي في حال تم الاعتراض عليه. 3. الفصل في النزاعات المتعلقة بتطبيق هذا العقد بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجلس التنفيذي ومجالس المقاطعات ومجلس العدالة. 4. الفصل في الخلافات بين المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا وبين مجالس المقاطعات أو بين المجالس التنفيذية للمقاطعات أو بين مجلس الشعوب الديمقراطي والمجالس الأخرى. 5. يحق للأشخاص والمؤسسات أن تعترض على أي قرار أو قانون تعتبره متعارضا مع العقد الاجتماعي، وإذا رأت المحكمة الناظرة في الاعتراض أن الدفع جدي ولزم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي. 6. يحق للأشخاص والتجمعات المنظمة والأحزاب والمؤسسات أن تقوم بتقديم الطعن إلى محكمة حماية العقد الاجتماعي، وينظم ذلك بقانون. 7. تصديق نتائج الانتخابات والاستفتاءات العامة حسب مبادئ العقد الاجتماعي. وإلى هنا أعزائنا المتابعين نصل وإياكم إلى ختام فكرتنا لهذا اليوم، على أن نلقاكم مجددا. لا تنسوا متابعتنا. دمتم بخير.